أبوه بيقول له سر رجالة عيلتهم وهو إنهم يقدروا يسافروا بالزمن بس يخلي باله من أثر الفراشة. وعشان نفهم الكلام ده معناه إيه احضروا معايا فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم بتم وهو في حفلة رأس السنة، وبيبان قد إيه هو ما عندوش حظ في موضوع الارتباط، حتى لما بنت بتيجي تتقرب منه بتكون مش عاجباه وأصلا بتكون غريبة الأطوار. وفي نهاية اليوم الكل بيبقى 2-2 إلا صاحبنا تيم بيبقى لوحده. وبيبدأ العد لبدء السنة الجديدة، وكل قابل بيتبادلوا القبل سوا إلا تيم اللي سلم على البنت بإيده وأحرجها وأحرج نفسه. وتاني يوم أخته كيت كات اللي غالبا هنقول لها كيتي اللي علاقتهم بتبقى قوية جدا قالت له بابا مستنيك في أوضة مكتبه. ولما تيم راح له كان الأب مرتبك ومش عارف يبدأ كلامه إزاي، فقال له بص يا تيم يا ابني، الكلام اللي هقولهولك ده جدك قالهولي لما تميت 21 سنة زيك كده، وده دوري إني أبلغك سر رجالة عيلتنا. احنا يا ابني بنقدر نسافر بالزمن، بنسافر للماضي بس طبعا مش للمستقبل. فتم طبعا ما بيقتنعش بالهبل ده، لكن والده قال له طيب جرب الاول وبعدين نتكلم. وعشان ترجع بالزمن او تسافر يعني عبر الزمن لازم تركز وتفتكر لحظة في حياتك معينة عايز ترجع لها، وتدخل مكان معتم وصغير زي الخزانة كده وتضم ايدك وتفكر في اللحظة المطلوبة، وبس كده هتلاقي نفسك رجعت فعلا. فتم بيروح عشان يجرب، وبيدخل تم خزانة وبيفكر في حفلة رأس السنة، وفجأة بيلاقي نفسه رجع للحفلة فعلا. وبيروح يصلح العك اللي عمله أول مرة ويتبادل القبل مع البنت عشان يعني ما يحرجهاش وما يحرجش نفسه. وبعدها بيرجع تاني لأبوه وهو مش مصدق، وبيناقش مع أبوه إزاي يستغل الهبة دي. فأبوه بيقوله لازم تعرف حاجة مهمة وهي أثر الفراشة، وده مصطلح معناه إن أي فعل صغير هتعمله أو هتغيره هيؤدي لتغييرات كبيرة في المستقبل على المدى البعيد، زي الفراشة اللي بترفرف بجناحها في مكان فبتحرك الرياح اللي ممكن يقلب العاصفة في مكان تاني. وتم بيفكر الأول زي أي حد فينا يستغل الموضوع ده في إنه يكسب فلوس كتير، لكن أبوه قال له إن جدك وعمك ضيعوا نفسهم بسبب الموضوع ده. فبيقرر تم بقى إنه يستغل الموضوع في إنه يحب ويرتبط زي ما هو ما نفسه. وفي أجازة الصيف بتيجي عندهم صديقة أخته وبتبقى بنت جميلة قوي واسمها شارلوت، وطبعا تم بيقع في حبها. وفي مرة شارلوت طلبت منه يدلها كريم على ظهرها، فجري بسرعة عليها وجي يفتح الكريم راح دلقه كله عليها وعلى شعرها وبقى شكله وحش قوي. فطبعا رجع بالزمن، ولما شارلوت طلبت منه يحط لها الكريم المرة دي راح لها بتأني عشان ما يبانش مدلوق، وفتح علبة الكريم بالراحة وحافظ على ماء وجهه المرة دي. وبتقضي شارلوت معاهم أجازة الصيف اللي بتبقى شهرين، وتم طبعا بيحاول يتقرب منها. وفي آخر ليلة ليها معاهم بيروح لها تيم وبيعترف لها بحبه، بس هي بتقوله للأسف يا تيم انت اتأخرت قوي، لو كنت طلبت مني من شهر مثلا كنت وافقت. فطبعا تيم بيعمل ايه؟ بيرجع بالزمن شهر وبيروح لشارلوت يقول لها قد ايه هو معجب بيها وبيحبها ونفسه انهم يرتبطوا. فشارلوت بتقول له انت اتسرعت قوي يا تيم، يا ريتك جيت لي في اخر يوم في الاجازه. فطبعا تيم بيفهم انه يعني بيترفض بس بشياكه. وبعدها تيم بيودع عيلته عشان هيستلم شغله في لندن، وبيسكن هناك مع كاتب مسرحيات غريب الأطوار، وبيستلم شغله في مكتب محاماة. وبيعدي 6 شهور وحياته مملة مع شريك سكن غريب وشغل شغال فيه زي المرمطون، ومفيش بنت واحدة عبرته في لندن. يعدي في يوم بيروح موعد أعمى مع صديقه جاي، والموعد عبارة عن إنهم هيقابلوا بنتين في كافيه في غرفة عتمة كده ويتكلموا سوا، ولو ارتاحوا لبعض يتقابلوا في النور. وتم بيتعرف على البنت اللي بيطلع اسمها ماري، ومن كلامهم بينجذبوا لبعض جدا. وبتقول له ماري إنها بتحب عارضة ومصممة أزياء اسمها كيت موس، وبيتفقوا إنهم يتقابلوا بره الكافيه. وبره الكافيه بيكتشف تيم قد إيه هو محظوظ لأن ماري طلعت جميلة جدا، فبياخد رقمها وبيتفقوا يتقابلوا تاني. وتم بيرجع بقى السكن وهو طاير من الفرحة، مش بيعكنن عليه غير الكاتب اللي مسرحيته فشلت النهاردة بسبب ان الممثل نسي النص اثناء العرض. ولان الكاتب بقى صديق لتيم وحس ان حياته كده هتنهار، قرر انه يرجع بالزمن ويساعده. وقبل ميعاد العرض راح للممثل وقال له يراجع النص بتاعه. وفعلا المسرحية مشيت كويس لحد ما تيم اكتشف ان اللي بينسى هو ممثل تاني، فرجع بالزمن تاني وكتب نصوص الممثل اللي بينسى، ووقف في كواليس المسرح يشاور له على النصوص، وقدر فعلا انه ينقذ العرض. والفكرة انه عمل كده بطيبة خالصة، لان حتى صديقه الكاتب ده عمره ما يعرف المساعدة اللي تيم قدمها له. لكن للأسف بعد العرض تيم اكتشف ان رقم ماري اتمسح من عنده، لانه كده يعتبر ما قابلهاش اصلا. ولما راح مكان الموعد الاعمى كانت ماري اصلا مشيت، ففضل مكتئب كده ومش عارف يعمل ايه عشان يوصل لها، لحد ما شاف بالصدفة اعلان عن معرض لكيت موس اللي ماري قالت انها بتحبها. فراح المعرض وفضل يحضر كل ايام المعرض يوم ورا يوم على امل ان ماري تظهر. وفي مرة من المرات كيت أخته حضرت معاه،
وفي يومها فعلا ماري ظهرت، فراح لها تيم وفضل يقول لها كلام غريب كده وهبل لانه عارفها لكن هي مش عارفاه. فالبنت طبعا خافت ومشيت، لكنه راح لها تاني وقال لها انه هنا مع اخته واخته هتمشي، فينفع اكمل معاك المعرض؟ وفعلا وافقت. لكن يا فرحة ما تمت، تم اكتشف انها ارتبطت من اسبوع بس وواحد اسمه روبرت اتعرفت عليه. فتم بشكل غريب كده بيفضل يسأل هم اتقابلوا ازاي وفين بالظبط وامتى، لحد ما عرف انهم اتعرفوا في حفلة من اسبوع وعرف الميعاد والمكان بالظبط. وطبعا رجع بالزمن وراح الحفلة دي واتكلم مع ماري قبل ما روبرت ده يوصل ويتعرف عليها. وبما انه قابلها مرتين قبل كده فاستخدم كل المعلومات اللي يعرفها عنها عشان يلفت انتباهها، لحد ما فعلا موافقت انها تتعشى معاه وتعرفوا على بعض في العشاء اكتر، وعرف انها امريكية عايشة في لندن وبتشتغل في دار نشر. بعد العشاء وصلها للبيت وهي قالت له يدخل معاها، وقضوا ليلة جميلة سوا لدرجة ان تيم رجع بالزمن 3 مرات عشان يكرر اللحظة الحلوة دي مع ماري، عشان كمان يتحاشى اي اخطاء ويدي انطباع حلو عنه. وماري وتيم فعلا وقعوا في حب بعض وقرروا يعيشوا كمان سوا، وعرفها على اخته المجنونة كيت كات او كيتي. وفي يوم بيروح تيم مع صديقه عرض مسرحي، وفي نهاية العرض بيشوف شارلوت حبه الاول اللي بتبقى مع صديقتها، وتيم بيفهم انهم جي يعني او ليزبيان، فبيفضل يعك في الكلام لحد ما شارلوت بتتضايق انه شايفها كده، فبيرجع بالزمن وبيروح يصلح الموقف ويتكلم عن الليزبيان بشكل فيه تريقة، فبتطلع صديقة شارلوت اصلا منهم. فهنا تيم بيزهق وبيقرر يرجع بالزمن ويتجنب انه يقابل شارلوت اصلا لان ما بيجيش من وراها خير، لكنها هي اللي بتشوفه المرة دي وبتروح تسلم عليه وتعزمه على العشاء، وبتفكس لصديقتها وبتخرج معاه. واثناء العشاء شارلوت بتلمح انها ندمت لما رفضته في الماضي. وبعد العشاء تيم بيوصلها وشارلوت بتصر انه يدخل معاها، تبقى عايزة تعمل معاه علاقة وترتبط بيه بعد ما ساب القرية وبقى محامي ناجح وعايش في لندن زيها. وتيم بيبقى مرتبك لكنه بيحسم قراره وبيقول لها ان عنده حاجة مهمة، وبيرجع جري لماري اللي بتبقى نايمة وبيعرض عليها الجواز لانه ادرك قد ايه هو بيحبها وعايز يقضي الوقت معاها هي وبس. لكن لان ماري بتبقى نايمة فعرض الجواز بيبوظ، فبيرجع تاني بالزمن وبيصحيها الاول وبيشغل مزيكا وبيركع على ركبته وبيطلب يتجوزها وهي فعلا بتوافق. وبعد فترة بيروح بيت اهله عشان يعرفهم على ماري وبيعلن خبر جوازه من ماري وكمان خبر حملها، وكل العيلة بتبقى مبسوطة وبيحددوا ميعاد الفرح وترتيباته وبيعملوا فرح بسيط في الكنيسة. والمطر بيمطر في الليلة دي واليوم بيبقى مليان عواصف ومطر وبرق ورعد، لكنهم بيبقوا مبسوطين وبيكملوا فقرات الفرح في بيت عيلته. وبيجي وقت ان وصيف العريس يقول كلمة وتم اختار صديقه روري، لكنه بيبقى ممل جدا ومش عارف يقول كلمتين على بعض. فتم بيرجع بالزمن وبيختار الكاتب اللي كلامه بيبقى كله عبارة عن شتايم. فتم بيرجع لتالت مرة وبيختار جاي صاحبه اللي بيقول كل فضايح تم. فبيرجع تم تاني بالزمن والمرة دي بيختار أبوه أفضل صديق ليه اللي بيقول كلمة كويسة، لكن بعد الفرح أبوه بيفتكر إنه نسي يقول إنه بيحب تيم وبيبقى مش راضي عن الكلمة اللي قالها. فبيرجع بالزمن تاني وبيتكلم عن قد إيه هو بيحب عيلته وبيحب تيم بالأخص. وأخيرا الفرح بيخلص من غير إعادات تاني، وبعد فترة ربنا بيرزقهم ببنت وبيسموها بوسي وبينقلوا البيت أكبر. وتيم بيحس انه حقق السعاده ومش محتاج خلاص يسافر بالزمن تاني. وفي عيد ميلاد بنته الاول بيجي خطيب اخته كيتي من غيرها وبيبقى خطيبها فاكرها ان هي عندهم، وبيقول لهم انهم اتخانقوا سوا وهي كانت شاربه وساقت لوحدها. وطبعا بيعرفوا بعدها انها عملت حادثه، وطبعا بيجري على اخته وبيروح لها المستشفى وبيلاقي حالتها صعبه جدا نفسيا وجسديا. فبيقرر يسافر بالزمن ويوم عيد ميلاد بنته ويروح بنفسه ويجيب اخته عشان يضمن سلامتها. لكن حاله اخته بتبقى برضه صعبه قوي لان اخته دي في الماضي كانت سعيده دايما وحياتها كويسه، لكن من وقت ما قابلت خطيبها ده في حفله راس السنه اللي كانت في اول الفيلم وهي حياتها بتنهار، بقت مدمنه شرب، ما بتعرفش تشتغل، مش عارفه تخرج من العلاقه التوكسيك دي ودايما حزينه. وعشان كده تم بيتكلم معاها وبيقرر يعرفها سره وانه بيسافر بالزمن. طبعا هي مش بتصدقه ولكنه بيمسك ايدها عشان تجرب بنفسها وبترجع معاه ليوم حفلة راس السنة. يعني هو رجالة العيلة بس اللي بيرجعوا بالزمن، لكن عشان هو مسك ايدها فهي رجعت معاه. وطبعا هي في الاول بتتخض لما بتكتشف انهم رجعوا بالزمن فعلا، لكن بتقرر انها تستغل الموضوع ده. والمرة دي فعلا مش بتتعرف على خطيبها، لكنها لما بتشوفه دخل الحفلة وحرفيا غازل اول واحدة شافها، يعني مفيش ولا حب ولا هم يحزنون. ورغم انهم لسه ما تعرفوش على بعض، يعني هو ما يعرفهاش، الا انها راحت ضربته وفشت غلها فيه واخذت قرار انها ما تتعرفش على حد حسالة تاني. وبعد كده رجع تم للحاضر
واكتشف ان اخته اتخطبت لصديقه جاي وانه كويس قوي معاها وفعلا حياتها اتغيرت. لكن ما تنسوش اثر الفراشه، لان تيم لما بيرجع بيته بيكتشف ان بنت بوسي ملهاش وجود، والمفروض انهم خلفوا ولد مش بنت، اللي بسبب التغييرات البسيطه اللي حصلت حياته اتغيرت، والحمل حصل في يوم تاني غير اللي تم فيه. فبيحكي لابوه اللي حصل، لكن والده بيقول له مفيش حل، طالما غيرت حاجه في الماضي في المستقبل هيتغير. فبيقرر انه يضحي بحادثه اخته ويعالج مشكلتها بشكل تاني. وفعلا الحادثه بتحصل، وتيم وماري بيفضلوا جنب كيتي بالايام وبيرفضوا انهم يمشوا لحد ما تلاقي حل لحياتها وتاخد قرار بقى انها تصلح الفوضى دي. وفعلا كيتي بتقرر انها تسيب خطيبها وتسيب الشرب وتلتزم في الشغل. وقتها تيم بيقول لها ان صديقه جاي بيحبها من زمان، فتديله يعني فرصه وتتعرف عليه، وبكده بيبقى حل مشكله اخته وفي نفس الوقت ما خسرش بنته. وبيقرر هو ومراته انهم يخلفوا طفل كمان، والحياه بتمشي بسعاده لحد في يوم بيجي له اتصال من امه ان والده عنده الكانسر في مرحله صعبه ومش هيعيش كتير. فبيروح له تيم طبعا وبيتكلم معاه وبيساله هو ما ينفعش نغير ده، لكن والده بيقول له ان اي تغيير هيعمله هيخليه يخسر حد فيهم، فلا مفيش فرصه، وانه كان سعيد بحياته معاهم. وابوه بيقول له سر تاني، او يعني خلاصة تجربته مش سر قوي، واللي كانت انه يعيش حياته الطبيعية بشكل طبيعي جدا. وتم بيعمل كده، بيقضي يومه الطبيعي في الشغل وفي المحكمة وبالليل مع ماري والأولاد. وبعد كده بيقول له إنه يرجع يقرر اليوم تاني، لكن من غير برضه ما يغير حاجة في الأحداث، عشان بس يستمتع بالحاجات البسيطة اللي في يومه اللي ما لاحظهاش أول مرة، ويقدر النعم اللي في حياته. لكن بيجي اليوم اللي تم مش هيحب يكرره أبدا، وده بيكون يوم وفاة والده. وقبل مراسم العزاء تم بيقرر إنه يودع والده بإنه يرجع اليوم في الماضي عشان يودع أبوه. وأبوه بيفهم إنه جايله من يوم جنازته، بيبقى متفهم ده وبيقعد يقرا لابنه ويدردش معاه كأي يوم عادي. لكن تيم اكتشف ان دي اهم لحظات ليه في الحياة. وبيعدي وقت وتيم وماري بيقرروا يخلفوا للمرة الثالثة رغم خوف تيم من القرار ده، لان والده كان عايش في حياة الطفلين الاولانيين. فتيم كان بيسافر بالزمن الوقت ده عشان يقدر يقعد مع ابوه، وهو ضامن ان مفيش حاجة كبيرة هتتغير لان ولاده بالفعل موجودين وماري بالفعل موجودة ومش هيخسر حد من ولاده يعني. لكن لو خلف للمرة الثالثة وباباه خلاص متوفي، فده معناه انه لو رجع بالزمن ممكن يحصل تغيير في الطفل الثالث، ممكن يبقى شخص مختلف مثلا. وعشان كده القرار كان صعب عليه. والاصعب ان لما ماري كانت على وشك الولاده تيم قرر انه يسافر بالزمن لابوه لاخر مره عشان يودعه، واختار الوقت اللي كان بيقضيه مع باباه في اللعب. وابوه فهم برضه انه مسافر بالزمن وان دي اخر مره هيقدر يعمل فيها كده، فبيقرر والده انهم يسافروا سوا لذكرى ليهم في الماضي لما تيم كان طفل وابوه بيلعبوا على الشط، لان دي اللحظات المفضله عند الاب، كمان اللحظات اللي هو اصلا كان بيرجع لها، اللحظه اللي كان بيلعب فيها مع ابنه تنس او بيلعب معاه على الشط. وفي اخر مشهد بيقول لنا تيم انه لسه بيحاول يعتاد على الحياه بعد فقد والده، لكنه سعيد بأسرته وأطفاله وأمه وأخته حياتهم كمان كويسة. وبيقول إن الدرس اللي اتعلمه هو إنه يعيش اليوم كأنه آخر يوم في حياته عشان يطلعه مثالي من غير ما يبقى عنده فرصة إنه يعيده، وإنه كلنا بنسافر بالزمن سوا ولكن للمستقبل. فبذلوا جهدكم عشان رحلة حياتكم تكون سعيدة. وبس كده بيخلص فيلم النهاردة. أنا هاجر ودي قناتي. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك ورشحونا لأصحابكم وسيبوا لنا كومنتات حلوة زيكم. سلام.